شيلوا النون ايش سمينا؟ مورفي، عين مورفي. فما تنسوها، طلع هيك مورفين، شيلنا حرف النون ما اعتمد، مو هيك؟ بتصير مورفي، عين مورفي هي الفتحة الجانبية الموجودة في نهاية الأنبوب الرغامي اللي شغلتها إذا تسكر الفتحة الرئيسية خلي الفتحة الجانبية كممر. تمام؟ وصلت؟ واضح الموضوع؟ طيب. منين بيتم نفخ الأنبوب الرغامي؟ لاحظوا إنه هون في زنبلك، هذا الزنبلك إذا أنا جبت السفنج، جبنا السفنج وركب السفنج في منطقة نفخ الردم أو الكب، لازم أنا أضغط حتى ينضغط الصمام نحو الأسفل حتى أحسن أنفخ الأنبوب الرغامي. عرفنا شلون؟ أو الردم. مفهوم، ما في حرج. الفكرة وين أنا بدي أوصلها؟ أنه هذا الأنبوب، هذا الكف، في حال انتفخ بضغط فرضاً 10 سنتيمتر ماء، فرضاً الضغط تبعه صار 10، فلازم الضغط هون ايش يكون؟ 10. في حال كان الضغط هون مرتفع والكلم رايح يطق قد ما منتفخ، تمام؟ شو هاي حتساوي كمان؟ حتعطيك نفس الشعور. وصلت الفكرة؟ طيب، عند سحب الأنبوب الرغامي في شغله بيسووها المخدرين، ما بدهم بيخطئوا فيها ولكن ما كثير جيدة، اللي هي انه بيجي المخدر لعند الطفل، او عفوا لعند قبل سحب الأنبوب ما بيقص هاي القطعة. شو بيساوي؟ بيعمل هيك. شوف ايش عم بصير انا؟ اذا تمدد هذا الأنبوب شو حيصير في القطر؟ حيتضيق. طيب اذا انا عملت هيك وتضيق القطر وانقطعت وهذا القطر تضيق لمرحله ما يسمح للهواء يطلع، شو حيصير؟ حيضل منفوخ. طيب اذا ضل منفوخ وانت فكر انه انفش ومسكت سحبته وهو منفوخ، ايش في عندي هون؟ حبال صوتي. شو سويت بالحبال الصوتيه؟ عرفنا الغلط اللي بيصير انه بيمسك الفن التخدير او الشب بشدها لتقطع معه، بشدها فالقطر تبعها بيضيق لانه هي انبوب بلاستيكي. لما بتسكر القطر ممكن ما تخلي الهواء هذا يطلع لبرا. شو الحل؟ بكل بساطه يا اجيب سرنج وارجع اسحب بنفس الاليه اللي نفخت فيها، يا اما بجيب مقص بقص هذا الردم هون من الوسط. تمام؟ لما بقص المقص هذا الردم خلص ضمنت انه الهواء الموجود بالكف طلع بكل اريحيه دون ما اعمل هاي الحركه اللي يمكن 99% من شباب التخدير بيشتغل فيها. وصلت الفكره؟ هلا اذا هي الحركه اللي عملها اخر العمليه لما نطلع، لما تسحب الانبوب تصحي المريض تعمل له فطام، مو بدك تشيل الانبوب رغامي؟ طيب مو انت بدك تشيل الهواء اللي نفخته هون من شان الاستنشاق؟ ليه ما بتسحبه بالسرنج؟ شو هو؟ الهواء تسحبه بالسرنج. دائما انت بتسلك الطريق الاسهل. لو الطريق الاسهل شو بيقول لك؟ خلص. فانت بتسحب الانبوب، طبعا كثير من الاحيان بيمشي الحال بينفش هذا، بس كمان ممكن بعض الحالات يضل منفوخ. تخيل انتم منفوخ بشكل كبير، شو حيصير؟ يجرى. حرد الحبال الصوتيه انا وطالع. وصلت الفكره؟ واضح يا شباب؟ طيب. شو شغله هذا الخط الاسود؟ اللي يوصل بين الحبال الصوتيه. اللي بيعرف ماله بسكوتي. مسامح. مسامحين بحيث تصير راس براس. تفضل جاوب انت. هي لازم تجاوب بحكم انه مشان يصير راس براس يعني. شو هو؟ لا هلا حكينا بالضبط. هاي الفكره انه هون بس اختلف الشركه المصنعه، قالت لك انا ما بدي احط خطين بدي اوصل بيناتهم. إيه انت شو بتقلب؟ الا يعطيك العافيه. تمام واضح؟ طيب انا كيف بدي اعرف قياس الانبوب؟ مكتوب. ايش مكتوب؟